السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في قناة المطبخ السوري مع الشيف أبو العيد. وصفتنا اليوم هي طلية. هي أكلة حلبية مشهورة كتير، طعمتها كتير طيبة، طريقة تحضيرها كتير سهلة، مكوناتها كتير بسيطة. راح نشوف اليوم كيف طريقة التحضير مع بعض. أنا عندي هون لترين حليب، راح فضيهم بالطنجرة. راح فضي اللتر الثاني. راح احط لهم رشة ملح عشان يعطوني طعمة لذيذة، ورشة مستكة. وبالنسبة للنشي، لكل لتر حليب بده كوب نشي، ما يعادل 80 جرام. يعني ضفت أنا كوبين نشا، راح يصير معي سماكته كتير كويسة وقوامه حلو. بعد ما ضفت النشا راح ضل حرك حتى يدوب مع النشا كتير منيح. يعني لازم ما نشغل النار تحت الحليب حتى نتأكد انه النشا عنا داب، حتى ما يكبتل معنا ويطلع فيه حبيبات. بعد ما تأكدت عندي النشا داب، راح شغل تحت الحليب وضل عم بحرك حتى الحليب عندي يصير سميك ويتقل. ما لازم ابدا اترك الحليب لحاله يغلي على النار، لازم نضل مستمرين بالتحريك، لانه بمجرد ما تركنا الحليب راح يكتل معنا الحليب وما راح تطلع معنا الهيطلية مثل ما بدنا. مثل ما عم تلاحظوا معي، انا عندي الحليب هلا صار يتقل، يعني صار يسمك معي. راح ضل عم بحرك وعيف الحليب عم يغلي لمدة 3 دقائق لحتى طعمة النشا تروح من الحليب ابدا. وفي ملاحظة راح اقول لكم اياها، انه الهيطلية ما بدها سكر ابدا، يعني ابدا ما بدها سكر. هلا راح ضل احرك حتى تروح معي طعمة النشا. هلا بعد ما صار يغلي معي الحليب، راح طفي النار وفضيه بصينية البايركس. هلا راح فضي الحليب بالبايركس، والصينية لازم ما يكون فيها ولا نقطة مي، لأنه إذا كان فيها مي الحليب راح يفرط معنا. وهلا راح نسوي شكله. حاول سوي الوجه. بعد ما فضيت الهيطلية
راح عيفها بالمطبخ تبرد على راحته، يعني ما لازم احطها بالبراد لبين ما تبرد على راحته. بعد ما عفت الهيطلية بردت شوي راح احط عليها مي باردة كتير، يعني باردة جدا. راح احط لها مي باردة بهالشكل هاد. هلا بعد ما حطيت لها المي الباردة راح احطها بالبراد لمدة 3 ساعات لبين ما تبرد تماما. السلام عليكم. رجعت لكم بعد ما حطيت الهيطلية مدة 3 ساعات بالبراد، وهلا راح اقطعها ونشوف كيف صار معي قوامه. شوف كيف صارت معي، كيف صارت السماكة، كيف صارت طرية. راح اقطعها لمربعات. طبعا الهيطلية ما بتتقطع الا بهالشكل هذا. هلا بعد ما قطعتها لمكعبات راح احط لها عسل. وراح احط لها بوظة. هلا بعد ما حطيت لها البوظة راح زينها بالفستق الحلبي. وصلنا لنهاية طبقنا اليوم، بتمنى يكون نال إعجابكم. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات والضغط على زر اللايك ومتابعتنا على الفيسبوك بنفس العنوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.